خضراء الدمن ونسيت نفسك والزمن. يا صاح اذكر موقفا يندي السريرة والبدن. فتنتك خضراء الدمن ونسيت نفسك والزمن. يا صاح اذكر موقفا يندي السريرة والبدن. من سوف يشفع للذي نسي الحساب وضاع من. الله أعلم. المهدي يعني هو رجل من أمة محمد، والمشهور أن المهدي يعني من ولد فاطمة رضي الله عنها، وأكثر أهل العلم على أنه من ولد الحسن، من ذرية الحسن بن علي، وقيل من ذرية الحسين بن علي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقد جاء عند أبي داود أن اسمه كاسم النبي واسم أبيه كاسم أبي النبي، يعني اسمه محمد بن عبد الله. إذا بايع الناس تأتيه الأمم من كل الأرض، من الشمال، من الجنوب، من المشرق، من المغرب، يأتون أفواج وأمم تبايعه على القتال في سبيل الله وعلى نصرة الإسلام. لكن يرسل جيش من الشمال، يرسل جيش إلى مكة لقتال من؟ لقتال هذا المهدي. فيخسف الله عز وجل بهذا الجيش بأوله وآخره، حتى المجبور منهم يخسف به ويبعثون على نياتهم. إذا سمعت بهذا الخسف لهذا الجيش الذي سيقاتل هذا الرجل فاجزم أنه هو المهدي، ويبدأ القتال في سبيل الله. تكسر الحدود، تزول الفوارق، أمة واحدة، جسد واحد، مسلمون وكفار فسطاطين ما في بين أهل الإيمان. ويبدأ القتال مع الروم، ويتوجهون إلى القسطنطينية، إلى تركيا، وتدخل الجيوش، جيوش الإسلام، وتفتح القسطنطينية، ثم تتوجه إلى أوروبا، وتصل إلى مدينة تسمى رومية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، بهذا اللفظ، يعني شنو روما؟ روما يعدهم وهو في المدينة أنها ستفتح حتى بلا قتال. مدينة النصارى عاصمتهم ستفتح في آخر الزمان، حتى إذا وصل المسلمون إلى أوروبا ودخلوا إلى وسط أوروبا صاح المنادي. الشيطان يتمثل بصورة إنسان يناديهم أن الدجال خرج. طبعا مجاهدين منو في بيوتهم؟ عيالهم وأهلهم، كل واحد تارك أهله وعياله. والدجال مو شيء سهل، أعظم فتنة تمر على الأرض كلها. فيتوقفون. طبعا ما كان قد الدجال قد خرج، لكن أراد أن يصيح الشيطان علشان يوقف الفتوحات. فيرسل القائد في ذلك الزمان 10 فوارس، يرسلهم ليتأكدوا من الخبر، والناس على الخيول. الله أعلم، قد تكون خيول حقيقية وقد يكون فقط لتقريب الصورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ال10 هؤلاء اللي يرجعون للجزيرة يتأكدون طلع الدجال ولا لا، يقول أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على وجه الأرض يومئذ. يجتمع المهدي مع أهل الإيمان والمجاهدين وين؟ في دمشق. ليش نقول دمشق؟ ستعود مرة أخرى للإسلام راية للتوحيد. يجمع المهدي المؤمنين الأبطال في دمشق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسجد الشرقي في دمشق، يعني مسجد معين، قد يكون الجامع الأموي والله أعلم. يجمع المسلمين هناك ليعدوا العدة لمواجهة اليهود مع الدجال. شو نسوي؟ الدجال وين راح؟ راح فلسطين، اجتمع مع اليهود هناك، مقبرتهم هناك يجتمعون فيها، وكأن الأمر يعد. فجأة وهم رايحين صلاة الفجر، رايحين يصلون في هذا المسجد، يسمعون التكبير، الله أكبر الله أكبر. الناس تكبر في المسجد ويكبرون خارج المسجد، واللي رايحين يكبرون. ايش صاير؟ جاءكم الغوث، جاءكم الغوث. ايش صاير؟ عيسى بن مريم نزل. الله أكبر، نزل لأنه ما مات، رفعه الله عز وجل. سينزل آخر الزمان. هذا دور عيسى بن مريم، هذا وقته عليه السلام. ينزل على جناحي ملك ورأسه يقطر من الماء. يا الله، ما أجمل عيسى بن مريم. ينزل في المسجد والناس يصطفون لصلاة الفجر. المهدي يتراجع علشان يصلي. عيسى بن مريم يقول لا لا لا، يجعل المهدي يصلي تكرمة لهذه الأمة. يقوم وشوف أي صلاة، صلاة الفجر، لأن مو أي واحد يصليها، يصليها أهل الإيمان. فيقوم الناس بعد الصلاة يستعدون للمعركة الكبرى، للمعركة العظمى. يقودهم من؟ عيسى بن مريم، والرايحين من دمشق إلى فلسطين لتحريرها، لفتحها. مو شرط الحين ما نفتحها، قد تفتح وتعود وتفتح وتعود، العلم عند الله. يذهب عيسى بن مريم معه جيش الإسلام، والدجال معه اليهود.
فإذا رأى الدجال عيسى بن مريم هذه كرامة لعيسى، إذا رآه يبدأ يذوب، يتحلل، يذوب الدجال، لكن الله يمكن عيسى بن مريم من الدجال فيضربه برمحه ويقتل، فيكبر أهل الإيمان ويفر اليهود من ورائه، يختبئون وراء الحجر والشجر، وإذا اختبأوا وراء الحجر نطق الحجر وقال: يا مسلم هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل. ضجت الأرض من يهود، سئمت الأحجار والأشجار من أولئك الملاعين، فإذا بهم ينطقون: يا مسلم تعال اقتل هذا اليهودي ورائي، فيقتلهم أهل الإيمان وينتصر المسلمون ويفرح المؤمنون في ذلك الزمان. بدنتك خضراء الدمن ونسيت نفسك والزمن، يا صاح اذكر موقفا